انا كده كنت ذكيه بقى ان انا انتظرت عليك جدا. وطبعا جايزه غاليه جدا جدا على قلبي. هو فيلم حظر تجول، يمكن سافر وراح يعني اشترك في مهرجانات عديده، والفيلم خد حتى الان حوالي 22 جايزه، بتنضم لهم الجايزه 23. وانا بالنسبه لي في نفس الفيلم دي الجايزه الثامنه كاحسن ممثله. فمن اكتر الافلام اللي انا حصلت فيها على جوائز. انا سعيده جدا بالفيلم ده، وبتمنى انكم كلكم تشوفوه، لانه فعلا موضوع جديد ومختلف ولم يناقش من قبل في السينما المصريه ولا العربيه، لانه فيلم عن زنا المحارم، موضوع مهم جدا. والحمد لله انا سعيده طبعا بكل الجوائز اللي خدها الفيلم. مبروك لاسره الفيلم، والمخرج الجميل اللي انا بحبه الاستاذ امير رمسيس، هو مخرج وكاتب الفيلم، فانا بحييه من كل قلبي. وطبعا انا عايزه اشكركم انتوا بقى على الحفاوه والترحاب، يعني من اول ما وصلنا الاهتمام بينا بالفنانين المصريين. المهرجان ده بجد مهرجان مهم جدا، يعني شكرا للاستاذ صفوت يوسف انه فكر انه يعمل المهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون، لانه فعلا هو ده جسر التواصل بيننا وبين الجاليات المصريه والعربيه في امريكا. فطبعا يهمنا ان احنا نتواصل دايما بيننا وبينكم، والفنون هي اللي دايما بتجمع الناس مع بعض. اتمنى نكون دايما يعني السينما المصريه والسينما العربيه نكون عند حسن ظنكم، وتفضلوا تشوفونا، والاجيال الجديده يتابعوا ويشوفوا مصر والعالم العربي، ما ينقطعوش عن جذورهم. وطبعا كل الشكر للجنه التحكيم وعلى راسها الاستاذ هاني لاشين. انا بشكركم جدا جدا. نعمل الجوائز مباشرة الأفلام الرواية الطويلة. طبعا أحسن ممثل الفنان القدير ماجد الكدواني عن فيلم بره المنهج.